الزمالك رسميا في دور الثمانية في بطولة الكونفدرالية. الزمالك أول المجموعة ب 11 نقطة، تحتيه المصري ب 10 نقط. الزمالك النهارده كسب كايزر تشيفز في ماتش كان يعني مصيري في المجموعة. الزمالك النهارده اتسيد الماتش في وجهة نظري. معتمد جمال اللي محتاجين نتكلم عليه كتير النهارده، لعيبة كتير في الزمالك عايزين نتكلم عليه النهارده، ولكن أول حد لازم نديله حقه هو معتمد جمال. كابتن معتمد جمال النهارده يعني بيقدم الخيال مع الفرقة دي. الفرقه دي خلاص كله كان مسلم، يعني فكره الموسم ده محدش عنده امل في اي حاجه، ما حدش عايز اي حاجه من الموسم ده. فمعتمد جمال جه شبه رجع الامل في الموسم ده. انت تاني الدوري فوق الاهلي وبيراميدز، انت دلوقتي اول مجموعتك في الكونفدراليه، لو عديت سيراميك كليوباترا تبقى في دور الثمانيه في كاس مصر. مستوى كويس جدا. انت الفريق قاعد يتحسن كل شويه رغم اصابات ورغم لعيبه بتخش الفرقه، يعني حتى ادم كايد لما هو دخله في الفرقه ولعبه نص ملعب وخلى ادم كايد يقدم احسن ما عنده، برضه ادم كايد اتصاب ولسه عنده غيابات. ولكن نادي الزمالك مع معتمد جمال بجد بيتحدى المستحيل باداء كويس. كمان الزمالك بيكسب النهارده مرتاح على كايزر تشيفز 2-1 في ماتش كان ممكن يبقى اكتر من كده، ولكن في حاجات حصلت في الماتش. اول لعيب عايز اتكلم عليه النهارده اللي محدش هيفتكره ومحدش هيديله حقه خالص، ايشو في الباك الشمال الفتره دي بيقدم اداء كويس جدا، مستواه متحسن جدا. ايشو كوينج خلينا متفقين، ايشو كوينج لعيب قليل قوي، لكن ايشو في الباك الشمال بجد كويس جدا 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 جدا، من اكتر اللعيبه اللي لفتت نظري النهارده. اللعيبه اللي كانت عامله اداء كويس رغم ان ده مش مركزه، مركزه وينج اصلا. باك شمال كويس جدا. محمد سيد نزل من على الدكه كان مرعب. محمد سيد يا جماعه من قبل فكره التجديد انا كان عندي مشكلتي معاه في الاخبار اللي كانت تطلع مفاوضات الاهلي مش مفاوضات الاهلي ومش عايز يجدد محمد سيد لعيب كويس. محمد السيد لعيب كويس قوي. النهارده خوان بيتزيرا بيجيب جون. خوان بيتزيرا يعني اي حد بيعمل خوان بيتزيرا من وجهه نظري ده يعني ده بني ادم بجد ما بيفهمش كوره او ده ما بيتفرجش على كوره. خوان بيتزيرا من احسن لعيبه السنه دي في الدوري، وده يتدبغ ده كويس. ناصر منسي كالعاده بيساهم. ناصر منسي يا جماعه مرعب، مرعب، اداء مرعب. كل اللعيبه النهارده كانت كويسه. محمد اسماعيل بس ومحمد شحاته النهارده قال الاثنين في الفرقه بوجهه نظري. عبد الله السعيد لما نزل كان كويس قوي. الزمالك في نقط ايجابيه كتير. الزمالك بيعدي باصعب اسبوع في الموسم، كسبت سموحه، كسبت كايزر تشيفز، فاضل لك ماتش سيراميك كليوباترا ربنا يستر فيه وباذن الله نقدر نكسب. الزمالك ماشي بخطه كويسه جدا. الزمالك برغم كل الازمات اللي عنده، ايقاف قيد، اصابات لعيبه، لعيبه بتتباع، مفيش مدير فني، كل ده وكل الازمات دي ولا لعيبه بتاخد فلوس ولا اي حاجه، كل ده الزمالك منافس على الثلاث بطولات، والزمالك لحد دلوقتي في فيديو ياخد ثلاث بطولات، وباذن الله الزمالك يقدر ياخد كل حاجه السنه دي. الزمالك يستاهل والزمالك بيقدم موسم اعجازي، وده ما ينسيناش ان الزمالك دايما هو رقم واحد. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده ان شاء الله. نفوش في الجول. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا سلام.